عاجل يا اخوان، فابريزيو رومانو يؤكد ابراهيم دياز اختار المغرب على اسبانيا. انا يعجبوني باللعيبه هذا شنو، والله ما يعجبني لا لعبهم ولا يعجبني ادائهم ولا يعجبني اي شيء، يعجبني انه ما يتخلى عن وطنه لاجل شيء ثاني. هنيئا للمغرب وهنيئا لمنتخب المغرب، نجم كبير جدا راح يفرق مع المغرب رسميا. ابراهيم دياز يختار تمثيل المنتخب المغربي. بصراحة انبسطت كثير من الخبر. ابراهيم دياز اللي لم يتلقى ولا استدعاء من مدرب منتخب اسبانيا قرر بشكل رسمي تمثيل المغرب، وكل التوفيق اكيد لابراهيم دياز وكل التوفيق للمنتخب المغرب فيما هو قادم. بصراحة هذه ضربة معلم، وبالنسبة لي اشوف انه هذا افضل انجاز بعد انجاز نصف نهائي كأس العالم، انك انت تقدر تخطف موهبة كابراهيم دياز. بصراحة شيء كبير. المواهب كثيرة في المغرب، ولكن ابراهيم دياز بكل تأكيد هو ألمع موهبة للمغرب الآن على حسب رأيي. ابراهيم دياز قدم موسم كبير جدا مع ريال مدريد، وبكل تأكيد راح يفرق مع المنتخب المغربي. كل التوفيق لابراهيم دياز وكل التوفيق أكيد للمنتخب المغربي فيما هو قادم. ابراهيم دياز اصوله مغربيه وجنسيته الاصليه اسبانيه. ابراهيم دياز الموسم هذا مع ريال مدريد مرعب وخرافي، راح يضيف شيء كبير للمنتخب المغربي. يا ولد اقسم بالله تحسه كذا ميسي على شبيه على مارادونا، على كله مشبك مع بعض. واضح ان المنتخب المغربي عام 2026 ناوي على كاس افريقيا، وعام 2027 ناوي على كاس العالم. مش طبيعيه. اي نعم، ديما مغرب، الف مبروك صراحة. يعني قطعة وانضافت للمنتخب المغربي صراحة العالمي. اي نعم، المنتخب المغربي منتخب عالمي، وابراهيم دياز الصراحة راح يكون نجم كبير راح يفرق مع منتخب بلده كثير جدا جدا. دياز من اللعيبة اللي احبهم. القرار النهائي رسمي، ابراهيم دياز حيمثل المنتخب المغربي. دحين كل شويه راح نشوف ابراهيم دياز مستدعى للمنتخب المغربي عشان افريقيا، وطول الوقت كل سنتين طبعا افريقيا عندها بطوله. رسميا ابراهيم دياز قرر تمثيل المنتخب المغربي، يرجع لاصوله. ابراهيم دياز اللي مو عارف، اساسا ابراهيم دياز اسباني لكن اصوله مغربيه، قرر يمثل منتخب المغرب. اسود الاطلس كاس العالم الجاي ناويين على ايش؟ الثاني ولا ايه؟ اهو قولوا لنا. بس معقوله مع قدوم ابراهيم دياز نشوف الزياش خلاص يصير في الدكه؟ بعد ما كان أمام خيارين كثير صعبين، إما تمثيل منتخب إسبانيا اللي حقق كأس العالم، أو تمثيل منتخب الأصل اللي هو المنتخب المغربي والعودة إلى أصله. لاعب نادي ريال مدريد المغربي إبراهيم دياز يقرر تمثيل المنتخب المغربي على حساب منتخب إسبانيا. راح للأصل يا كبير. ابراهيم دياز رسميا يختار تمثيل منتخب المغرب. تقول لي الخبر ده اشاعه ومش حقيقي والصوره فوتوشوب، هقول لك لحظه واحده ان التاكيد جاي من عم صحفيين العالم فابريزيو رومانو، اللي بياكد ان ابراهيم دياز اختار تمثيل منتخب المغرب مش منتخب اسبانيا، ان الاعلان الرسمي هيكون قريب جدا. وكمان الخبر اتاكد من صحيفه الماركه الاسبانيه. الصوره دي كانت منتشره النهارده الصبح وكله كان عمال يقول ان هي فوتوشوب، لكن اظن ان بعد تاكيد فابريزيو رومانو ما عادش حد هيتكلم. مع قائمة المنتخب المغربي، وتعرفون انه ابراهيم دياز راح يكون له دور كبير مع المنتخب المغربي. خبر صار لاخوتنا المغاربه اكيد هو منتخب الاسود الاطلس. ولو صحت هاي الاخبار هنيئا للمنتخب المغربي في ابراهيم دياز. لاعب كبير، لاعب عظيم، بيلعب في صفوف افضل نادي في العالم هو ريال مدريد. والمنتخب الاسباني خسر لاعب من الطراز الرفيع. بنتمنى انه يكون الخبر صحيح ونقدر نشوف ابراهيم دياز بيلعب في صفوف المنتخب المغربي. راح تكون تشكيلة مش طبيعية. اي نعم، ديما مغرب، الف مبروك صراحة. يعني قطعة وانضافت للمنتخب المغربي صراحة العالمي. اي نعم، المنتخب المغربي منتخب عالمي، وابراهيم دياز الصراحة راح يكون نجم كبير راح يفرق مع منتخب بلده كثير جدا جدا. دياز من اللعيبة اللي احبهم. القرار النهائي رسمي، ابراهيم دياز حيمثل المنتخب المغربي. دحين كل شويه راح نشوف ابراهيم دياز مستدعى للمنتخب المغربي عشان افريقيا، وطول الوقت كل سنتين طبعا افريقيا عندها بطوله. رسميا ابراهيم دياز قرر تمثيل المنتخب المغربي، يرجع لاصوله. ابراهيم دياز اللي مو عارف، اساسا ابراهيم دياز اسباني لكن اصوله مغربيه، قرر يمثل منتخب المغرب. اسود الاطلس كاس العالم الجاي ناويين على ايش؟ الثاني ولا ايه؟ اهو قولوا لنا. بس معقوله مع قدوم ابراهيم دياز نشوف الزياش خلاص يصير في الدكه؟